من احلى الحاجات عندنا في مصر الفطار المصري الاصيل، وبالذات بقى فطار يوم الجمعه بيلم العيله كده وبتحسوا كله ذكريات. رحت انا وعيلتي مطعم تغاميس في التجمع الخامس، وبجد كانت تجربه خطيره، كلنا انبسطنا جدا. طلبنا بيض عيون كان مستوي زي ما كنا طالبين بالظبط، ولا جمال طبق الطعميه الميكس ده بينزلوا 6 قطع. اول واحده كانت هريسه، التانيه كانت ليمون معصفر، التالته كانت حمص، الرابعه كانت كيري، الخامسه كانت لبنه، والسته كانت ساده. وانا اكتر واحده عجبتني الهريسه، كانت جباره مع شويه بقى بطاطس فريسكس. كمان عندهم طعميه قماطي اللي هي الصغيره دي، والحمص العاديه، وكانت برده حلوه قوي. طلبنا كمان بطاطا حاره كانت مظبوطه وعالميه، ولا جمال بقى الفول الجلاش والفول القدره المحوج والفول الروستد جارليك. يا جماعه بجد الفول هناك مش طبيعي، احلى فول هتاكلوه في حياتكم. هو من الاخر كده يا جماعه تغاميس اخد الفطار المصري الاصيل وعملوا بقى بشكله الحديث. حتى الجبنه كان طعمها جبار، حطيت عليها شويه طماطم، ويا لهوي على الحلاوه. ولا جمال البيض الكالزوني السلامي ده، بجد استمتعنا بيه جدا واحنا بناكله. كمان طلبنا فطيره ميكس جبن كانت مخدومه حلوه جدا وكانت خطيره. ولازم بقى يا جماعه تجربوا الفطير المشلتت في التغاميس. اول حاجه هتلاقوه خفيف جدا على معدتكم، معمول بالسمنه البلدي مخدوم حلو وطعمه جبار، مع شويه العسل الاسود بقى والمش، يا قلبي على الحلاوه. اخر حاجه جربناها كانت الجبنه المقليه، وكانت حلوه جدا ونازله مع صوص حلو قوي مع العيش الشامي كده، كانت تحفه. هتلاقوا كمان منتجات تغاميس في السوبر ماركت. يلا خدوا اصحابكم او عيلتكم وروحوا افطروا بسرعه في مطعم تغاميس في التجمع الخامس، وهستنى رايكم فيه. يلا باي باي.